الفساد سمو الأمير، يعني بصراحة هل ترى أننا جادون في مكافحة الفساد؟ يعني على ذكر الاتهامات، هناك من يتهمنا بأنه هناك انتقائية في اختيار الشخوص لعملية مكافحة الفساد، يعني أصبحت يعني عملية انتقام يعني بالأحرى. هذاك النهار يا بنتي نزلت ماشي على السوق فلاقاني واحد ملتحي لحيته يا طولها البركة، فقلت له يا أخوي خليها قبضة واحدة مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، قبضة واحدة. قال لي وين متجه يا ابو راشد؟ قلت له والله بدي اشوف السوق. قال ليش ما تيجي على ساحه النخيل؟ انا ابن عمان ما اعرف انه في ساحه نخيل في عمان، اثريها هلا كم النخله اللي زارعينها عند امانه العاصمه. اسم جديد سمو الامير. فقال لي الله يخليكي لا تحكموا على لقبي، احكموا على شخصي. نعم. قلت له إن وصلت ساحة النخيل هذه وش فيها؟ قال فيها مهرجان خطابي. وش المواضيع؟ قال لي فساد وما فساد. قلت والله إن وصلت لنخلكم كلكم. آن الأوان بأن نعرف أن هذه الفرصة عمليا البحبوحة، المسيرات والمظاهرات وما أعرف تعطيل الوقت، خسارة جهد كبير يبذل في أماكن مختلفة. اليوم نسمع عن أولياء أمور كما يقال يعتدوا على معلمين أو على دكاترة في مستشفيات والآخري. فآن الأوان أن نلم الصفوف حقيقة، وآن الأوان في أن هذا الصوت اللي يمكن ما بتسمعوه من قبل 13 سنة في هالمكان هذا بالذات وأمثاله، أنا ما أدعي الكمال على الرغم من محبة الكثيرين. أعرف أن هنالك أيضا من يتهمني بالتنظير. أحد رؤساء الحكومات في الماضي قال الأمير منظر. طيب أي أمر عظيم يبدأ بنظرية، وأنا مش المهم. أنا اليوم بسني ليس مهما ولا كنت مهما، المهم الناس. فيا أصحاب الألقاب الفخمة ويا رؤساء الأحزاب والاتجاهات المكولسة، افهموا أنه هذا البلد رباط منذ أن كان. نعم. طيب سمو الأمير، يعني في ظل حديثك هذا يعني وحرقة قلبك يعني على ما يحدث في هذه الأيام يعني على الوطن والمواطنين، كما ذكرت المهم الناس، المهم الشعب سمو الأمير، كيف تقيم الاستجابة الحكومية والنيابية لموضوع الإصلاحات المطلوب تنفيذها، وهي أمر يعني يأمر به جلالة الملك عبد الله الثاني، يعني وهو من الكثير من الناس ينتقدون عدم السرعة في الإجراءات من قبل الجهات الحكومية أو الجهات النيابية. كيف تقيم الاستجابات الحكومية والنيابية بالنسبة للموضوعات الإصلاحية بشكل عام سمو الأمير؟ ليس لي في أن أقيم استجابات أحد، ولكنني عمليا عندما أتحدث في إطار المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا ألتقي وزراء، لأننا شبه مجلس وزاري تنموي علمي مصغر، ألتقي ممثلين للقطاع الخاص، وأحيانا ألتقي نواب في زياراتي لأماكن مختلفة من هذا البلد الطيب، فيقولوا لي أنت وينك يا سمو الأمير؟ قلت أنتم اللي أبعدتوا عني، مش أنا اللي أبعدت عنكم.